تدخل واحد 100 ولا 200. اهلا وسهلا متتبعي جريدة أصوات. كما كتشوفوا هاد الكارثة انهيار منزل بسبب بوطة، يعني انفجرت بوطة صغيرة فرقعات منزل بأكمله. كما كتشوفوا أن الطابق الأول من هذا المنزل شوف كيفاش ولا، يعني الطابق الأول كامل راب، الطابق الأول كامل راب. يعني تحية كبيرة لتدخل القوات المساعدة، رجال الأمن الوطني، رجال الوقاية المدنية، على المجهودات اللي قاموا بها، اللي نقلوا المصابين بوجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله. كما كتشوفوا يعني انهيار هذا المنزل بسبب قنينة غاز اللي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. كنشوفوا أن المنزل تحطم بأكمله، يعني كارثة بكل المقاييس. المصابون صابت المرأة وراجلها ونقلوهم دابا للمستشفى. يعني كنشوفوا أن كانوا تصابوا بعدة حروق باش ملي تصابت هاد الزوجة والزوج، يعني تصابوا بحروق على مستوى الوجه ديالهم ونقلوهم للمستشفى مولاي عبد الله. دابا كاين داك لاجودان، كاين لاجودان هو اللي غايب. شوفوا لنا لا هذاك الساجون معكز راه ماشي ساجون ريسبونسابل، لاجودان خايب هذا ماشي مشكل، قال لك من الهيك ماشي مشكل. كتشوفوا يعني هاد الكارثة، كتشوفوا انها كارثة بكل مقاييس. يعني منزل طاح، يعني منزل طاح بسبب قنينة غاز، يعني بوطة تفرقعت في كامل. يعني هادشي باش الانسان خاصو ياخذ الحيطة والحذر من هاد الكوارث، وبالاخص من القنينات غاز، لان القنينات غاز كنشوفوها انها ولات هي السبب في حصد ارواح المواطنين. يعني المرجو الاخذ الحيطة والحذر من القنينات الغاز اللي كاينين. كتشوفوا انها هي دابا قنينة غاز. شوف كي ردات المنزل، يعني واش دابا هاد البيت هذا مازال غيسكنوا فيه هاد السكان هادو، اي للسقوط، يعني في اي وقت اي للسقوط. كنشوفوا ان حتى السواري كلهم دقدقوا فيه، كنشوفوا ان الحيوط ديالو كلهم مشقين. يعني هنا محاش الانسان واش باقا يقدر يسكن في هاد الدار هادي، لان هاد الحيوط راه كاملين رشاو، يعني من قوه انفجار ديال هاد القنينه. كنشوفوا ان ما بقى فيها الدار ولا فيها ما يتشاف. يعني هذه خاص السلطات تدخل، يا اما يتم يعاود البناء ديالها ولا تعاود البناء من جديد، لان هذا دابا كنشوفوا ان الحيوط ديالها ولاو كلهم مشقين، كلهم مزقين. اهم حاجه كنتمناو الشفاء العاجل للساكنه ديال هذا البيت هذا، لان هذا البيت هذا تحطم. الله يعوضهم عليه، هادشي اللي غنطلبوا، الله يعوضهم عليه والله يجيب الشفاء للسكان هذا، لان هاد السكان تم النقل ديالهم من طرف رجال الوقايه المدنيه، تم النقل ديالهم من طرف رجال الوقايه المدنيه ونقلوهم الى المستشفى الاقليمي مولاي عبد الله. يعني الله يشافيهم. هادشي اللي غادي نقدروا نقولوا. كنشوفوا ان الحيوطه ديال هذا المنزل كامل راب، المنزل كامل راب. الله يشافيهم. هادشي اللي غادي نقدروا نقولوا. الله يجيب العاجل. يعني بعض الشهود هي كيقولوا بان المراه محروقه في وجهها، يعني محروقه بزاف، الراجل وكذلك. ان الابناء ربما ما كانوش في المنزل، لكن الزوجة والزوج مصابين إصابات اللي بالغة، وتم النقل ديالهم للمستشفى. يعني الله يجيب لهم الشفاء. هادشي اللي غادي نقدروا نقولوا. وكنتمنوا من المواطن انهم ياخذوا الحيطة والحذر من قنينات الغاز، لان قنينات الغاز ولاو كارثة.
اللي ولات كتحسد ارواح المواطنين. كنشوفوا الحطام ديال هذا البيت، شوف الحطام ديال البيت كيفاش ولا، يعني قنينه غاز، يعني قنينه من نوع غير شوف انها رجعت كل شيء، الكيوطه كاملين تبدلوا، كاملين تهرسوا. يعني كما كتشوفوا ان السلطات المحليه على راسهم السيد القائد مواجدين، يعني حاضرين في المكان، يعني حمايه المواطنين باش حتى شي واحد ما يدخل لهذا المكان، السلامه ديال الساكنه والسلامه ديال المواطنين والسلامه ديال الساكنه ديال هاد الحي هذا، باش ما توقعش شي حسب الارواح لا قدر الله يتم انهيار ديال هذا المنزل او هذه وتكون كارثه اخرى في حسب ارواح المواطنين. يعني حتى حنا هنا مشاهدينا الكرام غنكونوا وصلنا لنهايه هذا البث الى بث مباشر اخر ان شاء الله.